نعم، أصل العرب في الجنوب، أصل العرب في ردفان، في الشعيب، في يافع، في مارب مناضلة لحد اليوم. مارب قائمة وتقارع جيش الكهنوت لحالها في الشمال، رغم أنها محاصرة من كل الجهات من الكهنوت، لكن لليوم رافضة حكم الإمامة، ولليوم صامدة، ولليوم تلقن الإمامة دروس. كذلك تعز تحطمت بيت تساوت بالأرض منازلها، رفضوا أن يفتحوا الأبواب للميليشيات تحكمهم، رفضوا أن يعيشوا بعبودية، عاشوا بالفقر، عاشوا بالحصار، عاشوا بالمرض، لكن رؤوسهم مرفوعة. أما تقول لي أصل العرب في صنعاء، في ذمار، في أب، لا يمكن. العرب مشهورين العرب إنهم أحرار، إنهم رجال، إنهم شجعان، إنهم أقوياء. أما عندك أنت أصبح إن خرج منكم قوي أو شجاع بعتوه بطاسة مرق، بعتوه وزدتم وفيتم، يعني حتى ما اعترضوا إنه في شخص يقع أفضل منكم. وإن خرج من يقارع ذولاك من بينكم بعتوه، تواليتم عليه واحد بعد الثاني، وبعتوه بحاجة ما هي شيء. أنتم أصل عرب، ما تقعوا أصل عرب. هل يمكن أصل عرب أن يحكمهم الفرس؟ فهموني، كيف أصل العرب يحكمهم الفرس؟ خلونا بنقاش ودي. هل وجدتم أصل العرب تحكمهم أحفاد الفرس؟ لا تقول لي يمني، لا تقول لي يمني قد دخلك بالاثنا عشرية ودخلك بالدين غير دينك، بمنهج غير منهجك. لا تقول لي عربي، لا تمكنني من هذا السماع. فهمني كيف أصل العرب وأنت يحكمك الآن من أصله يرجع إلى الفرس. كيف أصل العرب وأنت عايش في ذل، وكلمتين حفظتها، يا سيدي ويا حيدي، كلمات على العبودية تدل، ما تدل على أنك من أصل العرب ولا راسك يرتفع. البعض قال إننا قبل يومين قالوا هذا ما عليكم من رياض الزلم، هذا ردفاني، هذا شعيبي، هذا من الضالع، هذا جنوبي. علي الحرام أن نفتخر يوم تقول لي هكذا. وردفان علاقتي بهم علاقة أخوة، ويافع والشعيب والضالع رجال. إذا ما ربط راسي براس رجال، بمن أربط راسي؟ بمن خضع؟ بمن أصبح ذليل وعايش في ذل طول عمره؟ حتى لو أنا جيت أتكلم أو أناقش نقول هذا الوضع ما نقبل به، قال لا يا أخي هم يمنيين. يا رجال روح، يمنيين عليك أنت. قد أنا عايش لي طرف الأرض ولا أعيش ذليل هناك، ولا أعيش مستعبد هناك، ولا عاد اشتبه بلاد. لا قد هي هكذا، أعيش بطرف الأرض ولا يستعبدني ويجي يفرض نفسه علي واحد عمره 12 سنة. خلي 12 سنة هذا وخلي أبوه وأبوه يجي يحكم ردفان ولا ضالع الذي قلت إن أنا منهم. تحداه أذابه والدبابات والأسلحة حقه على حدود الضالع وردفان. أما أنت إيش سويت؟ خضعت وانحنيت، وجاء اليوم تقول لي أصل العرب. قلدكم الله في من أصل العرب. ها شوفوا أصل العرب، شوفوا أصل العرب. ها اسمعوا المقطع هذا. هذه مرت أحمد حجر. أنا زوجة الإعلامي أحمد حجر، أسألك بالله يا سيدي عبد الملك الحوثي ويا رئيس يا مشاء، أسألكم بالله خرجوا زوجي الإعلامي أحمد حجر بحق هذا الشهر الكريم، بحق هذه الأيام الفضيلة. خرجوا زوجي وأصحابه من السجن بحق القبيلة، بدعفوا على مرتزقه، بدعفوا على قتله، اعفوا على زوجي بجاه الله، بحق لا جاهي عندك يا سيدي عبد الملك الحوثي يا رئيس يا مشاء، بجاه الله بحق القبيلة خرج زوجي. أسألك بالله، أسألكم بالله اعفوا على زوجي. قلدكم الله أصل العرب تخرج واحدة تحرق شرشفها غطائها بينهم، هم جالسين مخزنين في البيوت. قلدكم الله يرضي بها عربي. يا رجال علي الحرام انكم لو اقول انكم هنود علي الحرام يا الهند تحتج بتزعل، تقول ما نقبلش انكم هذا الذل. قلدكم الله هذه لو احرقت نفسها رداءها في ردفان او في الجنوب انهم بيسكتوا؟ قسما بالله لا يقتلعوا السجن بمن فيه والحكومه اما انتم ما عافش حرقه في دمائكم مش موجوده. مكنوها سابر ويا حيدي ويا سيدي وكملوا حياتكم. لا عاد تكارحونا ولا تقولوا لنا اصل عرب. شيء عندكم رد على هذا المقطع؟ شيء واحد بتحرك الدماء في صدره، بتغلي دماءه ويتحرك معها منكم؟ ما بش. لا عاد تقول لي اصل عرب، خليكم على الرغده.